في عز أزمة إعصار ميلتون اللي هبش في فلوريدا، أمريكا والعالم كله كانوا عايلين هم فلوريدا وناسها. هنحمي الناس إزاي؟ ونخليهم ونوديهم فين؟ وإزاي نحافظ على أرواحهم والممتلكات قد ما نقدر؟ كل ده وأهل فلوريدا كانوا جلجانين على شخص واحد بس اسمه على السوشيال ميديا هو لوتونيت دان. العريف أو الملازم دان. طبعا ده مش اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي جو. ولكن قصته باختصار إن راجل غلبان عايش على المركب ده في خليج تامبا اللي هو أصلا في مسار الإعصار. الناس قالوا له عم دان يلا نخلي المكان عشان في اعصار جاي، مرضيش. يا حبيبي يا عزيزي كان عندنا اعصار من كام يوم وخرب الدنيا، فتعالى انت، ما انت وجودك في مسار الاعصار فانت ممكن تموت، مرضيش. جات له الشرطه وقالوا له عم دان يلا اطلع تعالى ناخدك الملجأ، مرضيش. هو وجهه نظره ان انا ربنا اللي خلقني وربنا اللي عامل الاعصار، فانا واثق في ربنا وربنا هينجيني. كمان هو عايش على مركب، الميه هتعلى هيعلى معاه، هتنزل هينزل معاه، الميه هتمشي هيمشي معاه، فهو ما عندوش حياه خوف. كمان قال ان هو المركب ده كل ممتلكاته، ولو سابه ومشى والمركب راح هو كده خسر كل حاجه يملكها في الحياه، وان هو جرب حياه التشرد قبل كده فمش عايز يرجع للتشرد تاني. كل ده حصل قبل واثناء ضرب الاعصار لفلوريدا. بقيت الناس تروح تقابله وتروح تقدم له مساعدات وتطمنوا عليه في اثناء العاصفه، عملوا له حمله مساعدات وتبرعات كبيره على جو فاون مي، وفي شاب من المصريين على السوشيال ميديا وعدوا انه هيجيب له مركب اكبر من اللي هو فيه ب $100,000 بمقابل شروط معينه، منها ان هو يطلع معاه لايفات لمده معينه كل فتره. اهتمام الناس المبالغ باللوتينيت دان خلى صحيفة الديلي ميل تتحرى عنه، واكتشفوا ان اللوتينيت دان عنده سجل اجرامي حافل. الراجل ده تقريبا قضى اكتر من نص حياته في السجن، متهم بالتعدي على رجال الشرطة اكتر من مرة. حتى بيقولوا انه كان بيجهز على ست متشردة وكان خلاص هيولع فيها، يعني بيقول ان هو كان بيساعدها او ما اعرفش هو بيقول ايه. المهم السجل بتاعه مليان صراحة، والناس بيقولوا ان هو عشان كده مرضيش يروح الملجأ، لان هو الشخص ده يعني هو خطر على الامن العام او خطر على البشر، فعشان كده ما يحبش يختلط بيهم، وهو اصلا عارف ان هو لو طلع وسط البشر ممكن يعمل حاجه، فهم عشان كده مرضيش يسيب مكانه. الراجل اللي وعده بالمركب طبعا انسحب بعد ما عرف التاريخ الاسود ده. بنته امبارح طلعت كمان بتعيط وبتقول انا كنت فاكراه ميت وهو اصلا سايبني ورميني بقاله سنين. فالتعاطف اللي كان مع الراجل ده قبل العاصفه دلوقتي انقلب اللي هو كره عام عليه من بعد ما نجا. هو نفسه ما انكرش تاريخه الاجرامي ده، ولكن بيقول ان انت قصدت ان انت تساعدني، ما ينفعش ان انت تديني وعود قبل ما تتحرى عني، انما انت اللي تطوعت وقدمت لي الوعد، ما كانش المفروض تقدمه او تسحبه. ولكن في كل الحالات هو متقبل لسحب الوعد عادي، بيقول عادي دي فلوسك وانت حر، يعني انت براحتك. دان في ناس كتير متعاطفه معاه وفي ناس ضده، سواء متعاطفين معاه او لا. يظل دان ظاهره غريبه حصلت في وقت اغرب، وقت الاعصار، وقت كانت الناس خلاص يعني بتخسر فيه كل حاجة، ولكن في ناس قررت تساعد الشخص ان هو كان بائس، شخص ما عندوش حاجة في الحياة. ناس كتير قررت تروح وتساعده بغض النظر عن هو مين او وضعه ايه، محدش فكر يسأل عن هو الشخص ده ايه تاريخه. ولكن بعد ما عدى الخطر وخلاص كل حاجة بقت تمام، الناس بقت تراجع نفسها في تصرفاتها. القصة دي أكبر دليل على تضارب المشاعر الإنسانية، وإن مفيش حاجة في المطلق. عادي ممكن تعمل الخير من غير ما تفكر لمجرد إن الشخص اللي قدامك صعب عليك، وبعد ما تنقذه بتفكر المفروض أكمل في الخير ده ولا لأ. تقعد بالعافية، سلام.